في سؤال دايما بيعدي علينا مرور الكرام، بس عمرنا ما وقفنا وسألنا نفسنا كل الفلوس دي جاية منين؟ في ناس فجأة بقت عندها عربيات، شقق فاخرة، شركات بتفتح كل أسبوع، لبس وسفريات وحياة شكلها من بره ناجحة. بس لما نقرب بنكتشف إن مفيش ولا شغل ولا مجهود ولا مصدر دخل واضح. إزاي وليه ومنين؟ الأسئلة دي مش أسئلة فضولية، الأسئلة دي بتكشف جريمة مرعبة بتتم قدام عينينا كل يوم وإحنا مش واخدين بالنا. في عالم تاني بيشتغل ورا الستارة اسمه غسيل أموال. والمصيبة مش في الجريمة نفسها، المصيبة إن الجريمة دي ممكن تكون بتتغذى على اللايكات، تعليقات والمشاهدات اللي تديها الناس شكلها بيضحك، لكن وراهم بتكون بلاوي كبيرة. النهاردة هنكشف لك الوش التاني لعالم اللايف، هنحكي لك على الملايين اتغسلت وانت بتتفرج، عن ناس عملوا نفسهم بلوجرز لكن طلعوا واجهة لغسيل أموال وتجارة أعضاء ومصايب تانية كتير. بس عارف ايه اكتر حاجة مرعبة في الموضوع؟ ان جزء كبير من الجمهور كان مشارك في الجريمة بس من غير ما يعرف. ايوه، لما تشوف فيديو خادش وتفضل تضحك عليه وتشاركه، انت بتدي لصاحبه فلوس اكتر وانه يغسل اسرع. بس خليني كده ارجعك لحاجه بسيطه كانت بتحصل زمان. غسيل الاموال كان زمان بيحصل بطريقه مختلفه. كان عباره عن ايه؟ كان بيتم في هدوء، الناس بتاخد شويه فلوس من التجاره ممنوعه، سواء كانت مخدرات او سلاح او حتى دعاره، وبيحاولوا يخفوها، بيشتروا بيها ارض او شقق او عربيات ويقولوا لك دي فلوس شغل. لكن دلوقتي غسيل الاموال بقى بيتم على اللايف اونلاين قدام كل الناس، قدام عينك وانت بتحط ايموجي الضحكه. والناس اللي مفكره ان الموضوع هزار، احب اقول لك ان في خلال شهور قليله تم ضبط عشرات البلوجرز في مصر بتهم تقيله جدا، وكنا اتكلمنا عن حلقه قبل كده في الموضوع ده، بس قلنا ممكن تكون في تجاره اعضاء او غسيل اموال. لسه النيابه ما طلعت لناش بحاجه زي دي، بس اتهموهم بخدش حياء، استغلال القصه، وغسيل اموال، والتربح من محتوى خارج القانون. بس خليني اقول لك حاجه كمان تم اضافتها مؤخرا بعد بيان النيابه. في شاب اسمه مداهم 3 سبعات او 777، واحد من اشهر الاسماء اللي كانت بتتصدر اللايفات في الفتره الاخيره، لكن مش لايفات تعليميه ولا محتوى مفيد. ده واحد كان بيطلع مع بنات لايف قدام الناس كلها، بيتكلموا في موضوعات خارجه فيها الفاظ صريحه وسلوكيات غير لائقه بتتقدم للناس على انها هزار وضحك، بيضرب في صميم الاسره المصريه. بس الحقيقه كانت ابعد من كده بكتير. الأجهزة الأمنية كشفت إن الشاب كان بيغسل أرباح ضخمة جدا ورا الستارة، أكتر من 65 مليون جنيه جمعهم من المشاهدات والتبرعات والمحتوى الخارجي، واستخدمهم في شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات وهمية ملهاش وجود أساسا. في كمان سوزي الأردنية، دي كانت بتقدم محتوى لايف على مدار سنين وبتضحك وبترقص قدام الكاميرا. وخلينا أفكرك إن سوزي الأردنية سبب شهرتها إنها طلعت شتمت أبوها في لايف قدام الناس كلها. تتشل تموت، تتشل بس تموت. لا وزعلان لما بتكلم، زعلان عشان بقول لك اكتب لي فلوسي امتى، زعلان. الجهات الرقابيه راقبت مصادر دخلها ولقيوا انها غسلت اكتر من 15 مليون جنيه عن طريق شراء عقارات باسماء مختلفه. بس الناس دي مش مجرد افراد، دول جزء من شبكه اكبر بكتير، شبكه بتغسل السوشيال ميديا وبتحرك ملايين وبتدير شركات، وكل ده وانت بتضحك على لايف لا ليه معنى ولا محتوى مفيد. والمشكله الاكبر ان في بلوجرز تانيين في مصر ابتدوا يقلدوهم، مش بهدف الشهره، بهدف التربح من لايفات خدشه وتقليد المحتوى الخارجي، علشان يجيبوا ملايين ويغسلوها ويعيشوا في نعيم مزيف زي ما عمل قبلهم. بس عارف مين بيشيل المسؤوليه دي؟ مش بس المجتمع، ده ممكن تكون انت الضحيه الجاي، لان الفلوس اللي بتدخل من الغسيل ممكن تكون جايه من تجاره اعضاء اطفال، استغلال جنسي، شبكات دعاره، وحاجات تانية ما نعرفش عنها حاجه. الفلوس دي دمها تقيل، الفلوس دي وراها صرخات ناس تانية، واحنا بنضحك قدام الشاشه وهم بيغسلوا وجع ناس تانية بالملايين. في الحلقه دي هنكشف كل ده بالارقام، بالاعترافات، هنحكي حكايات ناس كنتوا فاكرينهم مؤثرين بس الحقيقه انهم مجرمين باقنعه رقميه. تابعني لان اللي جاي هيكون اقذر مما كنت تتخيل. قبل ما نحكم على حد لازم نفهم يعني ايه غسيل اموال. الكلمه بتخض
لكن الحقيقه اللي بيتغسل مش هدوم خالص، اللي بيتغسل هي الفلوس الوسخه. الفلوس الوسخه هي الفلوس اللي جايه من مصدر غير قانوني، زي تجاره المخدرات، الاسلحه، الدعاره، تهريب الاعضاء، او حتى النصب الالكتروني. ودي فلوس مش قادر يصرفها علني، لان اي جهه رقابيه هتسالك من اين لك هذا. هنا بقى بيجي دور الغسيل. الناس دي بتاخد الفلوس دي وبتدخلها في شغل شكله نظيف، زي محل او كافيه او شركه او حتى قناه على اليوتيوب او التيك توك. يعني خليني اقول لك ببساطه، بياخدوا الفلوس اللي جايه من جريمه وبيحولوها لفلوس شكلها قانوني، بس الحقيقه غير كده خالص، بيكون الدم وراها والسكوت عليها جريمه ثانيه خالص. دلوقتي بقى الطريقه اختلفت خالص، ما بقاش في حدود للمكان او للزمان. غسيل الاموال بقى بيتم اونلاين على الهواء قدام الناس كلها. تعال نشوف مع بعض مثال بسيط على ده. شاب بيطلع لايف مع بنات بيتكلم في مواضيع خارجه، الناس تدخل تتفرج، تضحك، تشارك، وهو يحط رابط دعم او يستلم هدايا من التيك توك، وفي الاخر الفلوس تدخل على حسابه كدخل من الانترنت. بس الحقيقه دي مجرد قشره، الهدف الاساسي منه هو تبييض الفلوس، وساعات بيكون مجرد واجهه لشبكه اوسخ من كده بكتير. وفي طرق تانية كمان، تحويلات من بره مصر، شراكه مع شركات وهميه، بيع منتجات وهميه على اللايف، تبرعات بتدخل في حسابات مسروقه او حسابات وهميه ملهاش وجود اصلا. اللي بيغسل فلوسه بالطريقه دي مش عبقري، هو بس فاهم اللعبه الجديده ماشيه ازاي، انه ممكن يبقى مليونير من اللايف طالما الناس مش بتسال انت بتكسب منين وليه وازاي. الكارثه بقى ان في بعض الناس بدات تقلدهم، مش بس عايزين شغل، دول عايزين مصدر دخل سريع باي طريقه. يعني ببساطه بنت تطلع لايف تتكلم في حاجات خدشه، تعمل تحديات تافهه، تلبس لبس صادم، والناس تتفرج وتدفع، وهي تضحك وتقول لك اصل انا بصرف على نفسي. بس الحقيقه في فلوس داخله مش بس من الناس، ده في شخص او جهه وراها بتدفع علشان توصل المحتوى ده لاكبر عدد وتغسل اللي وراها. وعلشان كده بدانا نسمع اعترافات تقيله جدا، ناس اتقبض عليها وقالوا انا كنت بقبض بالاسبوع كان بيتحول لي بالدولارات من اشخاص انا ما اعرفهاش، وساعات كان بيجيني فلوس اشتري بيها منتجات وارجع ابيعها تاني بسعر قليل، وساعات كنت بفتح شركه وهميه واسجلها باسمي واللي بيديرها واحد تاني خالص. وكل دي طرق متطوره غسيل الاموال. بس الجديد بقى دلوقتي ان الواجهه بقت السوشيال ميديا، البلوجر بقى هو الغسال، والموبايل ماكينه الغسيل، والمشاهد هو الميه اللي بتغسل جوه الغسال. سوزي الاردنيه دي من اخطر واحده في الامثله، دي كانت بتضحك وتهزر قدام الكاميرا، لكن الجهات الرقابيه اكتشفت ان التحويلات اللي جايه لها غير مبرره، استخدمتها في شراء عقارات كتيره جدا في مصر. علشان كده توجهت لها اتهام رسمي بغسيل اموال بقيمه 15 مليون جنيه. الرقم كبير، لسه اللي جاي اكبر. مداهم 3 سبعات، شاب ما عداش ال 30 سنه من حياته، بقى عايش في رفاهيه، عربيات وسفر وشقق فخمه. السبب لايفات كلها قله ادب وغسيل اموال. عارف مين الممول؟ مش شرط يكون شخص معين، ده ممكن يكون شبكه كامله شغاله في الخارج وبتدور على واجهه مؤثره تفتح لايفات تجيب مشاهدات والفلوس تتحرك على انها ده قانوني. ده غير بقى ان بعض البلوجرز عندهم شركات مقاولات او مطاعم او بوتيكات، لكن كل ده على الارض، بس المكان اصلا مقفول وفاضي او ملوش زباين اصلا. الموضوع كله معمول علشان يخلي الفلوس تدخل وتخرج بشكل نظيف على الورق. الفلوس اللي بتدخل في الغسيل دي بتيجي منين اصلا؟ تجاره اعضاء، شبكات دعاره دوليه، استغلال اطفال في محتوى مخل، او حتى غسيل اموال لتجاره مخدرات كبيره جدا. كل ده بيتقدم على السوشيال ميديا على اساس انه ترفيه، لكن الحقيقه ده اوسخ استغلال للبشر واخبث طريقه لتدمير المجتمع. وعلشان كده الدوله بدات تتحرك، الاجهزه الامنيه بدات تراقب الحسابات الكبيره، تشوف الفلوس جايه منين ورايحه فين، وحجم الانفاق متناسب مع الارباح ولا في غسيل بيتم من تحت لتحت. والتحقيقات دي فعلا وصلت لنتائج مرعبه. خليني اسالك سؤال، انت عمرك سالت نفسك ليه بلوجر معين دايما في ترند مع ان محتواه زباله؟ الاجابه ببساطه لان اللي وراه حد بيستفيد، حد مش عايزك تبص على الحقيقه، عايزك تضحك وتنسى، وساعتها الغسيل هيخلص بسرعه. الناس دايما بتشوف الفيديوهات دي وبتضحك عليها، بيقولوا سيبهم دول شويه عيال مش مؤذيين، بس الحقيقه هم مؤذيين جدا. لما شاب يطلع لايف مع بنت ويتكلم معاها في الفاظ خارجه ويطلب منها طلبات ما ينفعش ان هو يطلبها، او يعمل تحديات كلها ايحاءات جنسيه، ده مش ترفيه، ده تحريض علني على الفجور. والمصيبه ان بيكسب من كل ده، كل لايك، كل كومنت، كل شير، كل ثانيه بتتفرج فيها عليه بتدخل فلوس على حسابه، والفلوس دي بيدخلها بعدين على انها ارباح من الانترنت، وبيشتري بيها حاجات نظيفه زي عربيه او شقه. هو مش بيغسل فلوس بس، ده كمان بيغسل عقول. ايوه بيغسل عقول. في الاف المراهقين اللي لسه سنهم صغير بيتفرجوا على اللايفات دي وبيقلدوا وبيتاثروا وبيفتكروا ان الشهرة بتيجي من الانحطاط والاسفاف،
وده اخطر من الغسيل نفسه. البلوجر اللي بيطلع لايف وبيتكلم كلام خارج مش بس بيكسب فلوس، ده بيخرب جيل كامل، بيوصل رسالة ان الوقاحة دخل عالي. واوقات كتير الناس دي بتستغل اطفال، ايوه اطفال زي ما سمعت، بيخليهم يطلعوا في فيديوهات يلبسوهم لبس غريب او يصوروهم في اوضاع مش مناسبة، وكل ده باسم المحتوى عايز كده، والناس تشوف الفيديوهات دي وتضحك عليها. بس الجهات الرقابية بتشوف ده على انه جريمة. اسأل نفسك ليه في ناس اتقبض عليها بسبب فيديوهات كانوا فاكرينها هزار؟ هقول لك انا ليه. لان الفيديوهات دي بتعتبر تحريض على الفسق والفجور واساءة استخدام الانترنت والوسائل الحديثة واستغلال اطفال في محتوى خادش، واحيانا نشر محتوى اباحي مقنع. والمفاجأة الكبيرة ان كل ده بيتحول لفلوس، والفلوس دي بتتغسل وبيعيشوا بيها في قصور، وانت تقول هما بيشتغلوا ايه علشان يسكنوا في قصور. وصلنا لنهاية الرحلة، لكن مش نهاية الحقيقة. كل اللي شفناه في الحلقة دي هو مجرد قمة جبل الجليد، وهم اسمه الغنى السريع، بس اللي تحته كان دايما واقع اسود، في استغلال، في تجارة، في هروب من القانون، وفي ناس حياتها اتدمرت بالكامل. الأسئلة اللي لازم نسألها لنفسنا دلوقتي: كم واحد بيتفرج وهو فاكر ان دي حياة حلوة؟ كم طفل صغير نفسه يطلع بلوجر مش لانه موهوب، لانه شايف عربية، فيلا وسفريات واتخدع في الصورة؟ كم اب وام سايبين اولادهم على التيك توك او الفيسبوك من غير رقابة ومش عارفين ان اللي بيضحكهم ممكن يجرمهم لنفس الطريق؟ يا ترى كلنا صحينا ولا لسه الغفلة مسيطرة؟ النيابة لسه بتكمل تحقيقاتها، والدولة واضح انها واخدة الطريق ده بجدية كبيرة. بس المسؤولية مش بس على الحكومة، المسؤولية علينا كلنا كمجتمع، كأهل، كناس بتفكر قبل ما تعمل شير أو لايك، لأنك مجرد ما بتدوس على متابعة أنت بتقول أنا موافق على اللي بيحصل. وفي الآخر دي كانت حلقتنا من أبعاد تانية النهاردة. قولولي في التعليقات إيه أكتر حاجة صدمتكم في الحكاية دي، وهل أنت شايف إن إحنا كلنا فعلا كنا في غفلة ولا لسه في أكتر مستخبي؟ لو عندك قصة تانية او قضيه حقيقيه حابب نكتشفها اكتب لي. انا محمد انور، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الحلقات الجديده. استنوني الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ابعاد تانية. مع السلامه.